توا باش ندخلوا في السكر والاضراب وقمه الجزائر وكل مشاكل وحاسيلو باهي. بار نبداو الساندي والصحيح تو سويت كلمه بالكلمه. الصوت العربي الموحد وسط تجاذبات وجموع الاصوات الداعيه الى الاستقطاب والانقسام. يمكن معا ان نعالج اسباب الفرقه التي لن تزيدنا سوى ضعفا ووهنا، ويمكن معا ان نؤسسها لمستقبل افضل لمنطقتنا وللامه كلها بل وللانسانيه جمعاء. اننا نعيش في عديد المناطق للاسف حربا ضروسا في مواجهه من يريدون اسقاط الدول، ولا يمكن ان نخرج منتصرين ظافرين الا بوحده الصف ولم الشمل والقضاء على كل اسباب الفرقه والانقسام. محلاه رئيس الجمهوريه كي يحكي على وحده الصف ولم الشمل ورفض الانقسام والفرقه. ابراهيم وسليت ما مش اول مره لطفي يخرج لبرا يحكي على وحده الصف ولم الشمل، يجي لتونس يبطل الخطاب هذا. القمة عربية حاضرين فيها رؤساء وملوك وأمراء شنو تحبي يطبق عليهم الفصل 80 ويلمهم الكل غادي. بطبيعة الحال هذا كلام معناها كسلام كي تسمعوا كأنك ما سمعتوش. كي السادة زاد الإخوة والأشقاء العرب يحسوا بنا شوية يعرفوا احنا فاش قاعدين معناها نسمعوا وفاش قاعدين معناها نقاسيوا على مستوى الثرثرة والتبذير اللغوي. هذا معناها تبذير لغوي، كلام أجوف يعكس خواء كبير في كل خطابات الرئيس سواء تكلم في الشأن الداخلي أو في الشؤون الخارجية. يقول رئيس الدولة أن 3 سنين عملنا ومنا لم تدخر تونس جهدا. شوف رئيس الدولة ذو اللي عمل 4 زيارات الخارج، 2 زيارات لفرنسا للجزائر ومصر، و2 زيارات لعمان والإمارات. 2 زيارات مش هيعزي فيهم. الكويت زاد عزاء 3 عزاء. الكويت 3 عزاء واحدة فرنسا واحدة. لا نحكوا على العرب. على العرب كهو رئيس قمة عربية الجزائر على امتداد 3 عزاء. ولا شفنا المشكلة اللي صارت لنا مع المغرب. احنا ما حافظناش كدولة تونسية عربية على علاقاتنا مع كل الدول العربية ودخلنا معهم في مشاكل، فما بالك باش احنا نقيوا المناخ العربي ونساهموا في تقريب خلينا نقولوا وحدة الصفوف العربية. وبالتالي 3 سنين معناها من الغياب التام ومن الفشل الذريع في معناها تقديم أي إضافة على مستوى الإقليم والمستوى العربي. معناها صراحة يطلع رئيس الدولة يتكلم كيف هناك وقادة عرب قاعدين يتفرجوا ويسمعوا، إعلاميين عرب وخبراء عرب ومحللين عرب، أكيد أنهم استكملت لديهم الصورة عن الرئيس التونسي معناها لا أكثر ولا أقل. نفس العبارات ونفس الخطب الرنانة اللي نسمعوها في القمم العربية. قمة لم الشمل مع الأسف شبنا كون خاصة قادة الخليج العربي في مقدمتهم العربية السعودية ما كانوش حاضرين. رئيس الإمارات ما كانش حاضر، امير الكويت ما كانش حاضر، امبارح قلت لك سلطان عمان ما كانش حاضر. اي ما البارح انا قلت لك السيسي حاضر، قلت لي لا يبقى حاضر السيسي. السيسي حاضر حاضر السيسي في اخر لحظه حضر السيسي. الملك الحسن الثاني كان باش يحضر في اخر لحظه ما حضرش. بالتالي انت تشوف هذو تقريبا هم الدول اللي ملك الاردن ما حضرش زاد نفس الشيء. هم حضروا في تونس واش عملوا؟ هيك حضورهم كي بلاش. مو دائما نشوف المقياس اللي في القشور هذه هو شكون حضرها وشكون ما حضرش. هي حضروا قبل وحضروا اخر قمه في تونس وكانوا كلهم ايش عملوا؟ خلي كمل. انا سبقت قلت لك دائما نفس الخطب الرنانه. ولم الشمل نحكي لك على لم الشمل، هالشمل هذا ما تلمش لأن حسينا وأن فما نوع من انقسام منذ تقريبا سنة 45. نفس البيانات اللي تلقاها تتكرر. لم الشمل كان من المنتظر كونه الحسن الثاني باش يؤدي زيارة باش يشارك في القمة هذه، وكان فما حتى حديث أنه باش يصير لقاء على هامش القمة هذه بينه وبين الرئيس الجزائري على الأقل لإذابة الجليد ويرجعوا العلاقات الحدود المسكرة هذيك يرجعوا بعضها. هذا ما صارش. انا نحكي ولا لم الشمل علاش قلت لك انا راه ما حضروش. بالتالي الشمل هذايا ما تلمش وماهوش باش يتلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. أنا على رئيس الدولة ان ينقذ الدول العربية من السقوط ويبادر هو باعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة سوريا ليكون معناها بداية انقاذ العالم العربي من السقوط. لكن كما قلت لك هذا تبذير كلامي، هذه ثرثرة لفظية تعودناها من السيد الرئيس في الداخل ثم
ثم نسمع معناها صداها في الخارج. واعتقادي معناها أنه ما أنا قلت ونعاود، رئيس الدولة ليس بمقدوره أن ينتج خطاب أفضل من هذه الشعارات البراقة، واللي كما قال لك إبراهيم تنجمي تسمعها في قمة الخرطوم، كما تنجمي تسمعها في قمة بغداد، كما تنجم تسمعها اليوم، كما تنجم تسمعها بعد 20 سنة. لأنه الجامعة العربية، هالهيكل هذا، هالمنظومة هذه معناها جثة في حالة حياة كما قال سي رفيق عبد السلام، ما ناجحة في الأثناء كما قلنا رئيسنا معناها يحلق فوق السحاب من كوكب آخر، من ربما دولة عربية رقم 26 ما يعرفها حتى حد، في انتظار أنها تولد معناها في قادم العصور والدهور. هو لعله أبرز حدث في القمة لحد اللحظة هو دعوة الملك المغربي للرئيس عبد المجيد تبون لتأدية زيارة إلى المغرب من أجل الحوار على لسان وزير الخارجية المغربي نصر بوريتا. لا فعلا هو يعني الشيء اللي صار تو شفنا احنا تراشق بالتهم خاصة في الإعلام بين متاع البلدين، أنه بالنسبة للمغاربة يعتبروا أن فما عمليات اللي قامت بها السلطات الجزائرية ما عطتهمش زاكريديتاسيون، يقول لك والآخر يقول لك راهو جيت بعد الأجال، رجعوا من المطار فما حتى نوعية الاستقبال يقولوا معناتها ولا لو تريتمون ما كانش في المستوى، وكعلاش خافوا أن ربما إذا كان تنقل الملك محمد السادس ما يتمش استقباله بنفس الطريقه اللي تم بها استقبال الرؤساء الاخرين، وكان بالنسبه لهم ينتظر فك البواني دوما كما يقولوها مع الرئيس الجزائري، وتكون هذيك قد تكون معناتها فاتحه خير بالنسبه للبلدين. علاش ما مشاش؟ هو كان حتى في وقت ما منتظر باش يمشي الوزير لول، ولا تم تكليف وزير شؤون الخارجيه ناصر بوريتا باش هو يرأس الوفد وباش هو يكون حاضر وشارك راهو في اجتماع مجلس وزراء الخارجيه، والمغرب كان عندها ولا لا دور كبير على الاقل فيما يتعلق بالبيان الختامي. تبعت انا شويه حتى على مستوى وسائل الاعلام العربيه وحتى الاجنبيه، وحتى على مستوى البارح رسالتي نتفرج تقريبا في الخطاب الكل بدءا بخطاب السيد رئيس الجمهوريه باش نحاول نقرأ ما يقال بين السطور بالنسبة للخطاب هذه. مع الأسف الشيء هذا ما صارش، ولكن المغرب مش أول مرة راهو الملك محمد السادس حتى في خطاب العرش الأخير معناتها إلى لانسي ان ابيل للأشقاء الجزائريين على أساس ماذا بينا نفتحوا حوار والحدود مسكرة. المسألة كونه بين زوز بلدان الحدود مسكرة، هذا مع الأسف من هذا الطرف ومن ذاك، هذا معناتها غير مقبول. وهذا ايش نقول لك، كله في اطار السكيزوفريني اللي نحكيو عليها، يكومبري كلام رئيسنا على ضروره الحوار. انا هذول السكيزوفرينيا بقات موجوده كان عند رئيسنا، لانه بقيه القاده العرب ولت مواقفهم واضحه، ماهيش كيف بقينا احنا فقط نلعبوا معناها نظريا احنا ضد، لكن تطبيقيا وعمليا كما قلنا كي تجي تشوف الدستور ولا في غيرها من المواقف تلقانا التوا معناها مذبذبين، وولينا تقريبا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم. يعني حتى مواقفنا احنا ولت محرجه للقيادات الفلسطينيه نزيدوا عليهم يعني. وما دام هذا كما قال لك يدخل في باب المزايدات، فهمتني؟ فبطبيعه الحال المزايده معناها تنتج اولا هي مجانيه، وتنتج مثل هذا الشعوذه اللفظيه والتبذير معناها الكلامي اللي معناها يقول لك كلام كالسلام تنجم تقوله 30 سنه التالي ولا تقوله 30 سنه قدام تقريبا ما يغير حتى شيء. ربما رئيس الدوله يطرب للسجع ولكلامه بالعربيه ولا يفكر في المتن وفي المضمون، لانه خطاب بمثل هذه الاهميه في مرحله فاصله في تاريخ تونس وفي واقع تونس وأمام أشقاء عرب كان يمكن كتابة خطاب بمنطق دبلوماسي واقعي يخلي تونس في موقع أمامي في قلب معناها المشهد العربي، وبالتالي تكسب تعاطف الدول العربية خاصة القادرة على مساعدة تونس ماليا في الظرف هذايا. هذا ما صارش وللأسف معناها، شفنا مرة أخرى نفوت على أنفسنا قيادة القمة على امتداد 3 سنوات تقريبا صفر كنتيجة، ثم حضور فولكلوري في وسط القمة، لأنه أنا متأكد اللي القادة العرب والصحفيين العرب وهم يستمعون إلى هذا الكلام أكيد أنه اللي هزوا النوم واللي ضحك واللي قال